لو فاكر ان التصميم مجرد شكل حلو او رفاهية، احب اقولك ان ده ممكن يكون السبب ان البيزنس بتاعك مش بيكبر. انا ابراهيم البسيوني، خبرة اكتر من 8 سنين في مجال التصميم والتسويق، وفي السلسلة دي مش بس هوريك التصميم قد ايه مهم، انا هوريك ازاي التصميم يكون هو الموظف الشاطر اللي بيشتغل نيابة عنك 24 ساعة. تخيل معايا ان البيزنس بتاعك ده محل في ارقى مكان، والمنتج او الخدمة بتوعك هي افضل واحسن خدمة او منتج في السوق، لكن واجهة المحل ازازها مكسور، اليافطة بتاعتك الوانها باهتة، واللوجو بتاعك ممكن يكون شبه لوجو محل جارك بيبيع حاجة تانية خالص مختلفة عنه. العميل اللي ماشي في الشارع هيعمل ايه؟ مش هيدخل اصلا، لانه اخد من بره انطباع بعدم الاحترافية وعدم الثقة. اهو ده بالظبط اللي بيعمله التصميم في العالم الرقمي. البروفايل بتاعك، الويب سايت، البوستات، اللوجو، كل ده بيمثل واجهة المحل بتاعك. التصميم السيء بيعكس انطباع سلبي فورا عند العميل، وكأنه بيقول له 3 حاجات. اول حاجة، انا مش مهتم بالتفاصيل، انا مش محترف، او انا مش اصلي، ان الشغل بتاعي يكون متقلد. لكن التصميم القوي بيعمل العكس تماما، بيبني ثقة فورية، بيوصل قيمتك، وبيخليك ما تتنسيش عند العميل. باختصار، التصميم مش مجرد شكل حلو، دي لغة البيزنس الصامتة اللي بتتكلم نيابة عنك من غير ما تتكلم. الخلاصة، ما تخليش جودة شغلك العالية مدفونة ورا تصميم ضعيف. التصميم مش بيجمل شغلك، التصميم بيكمل شغلك وبيوصله للناس الصح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستناني في فيديوهات جاية عشان الجاي أكيد هيفيدك.